يا حبيب قلبي، اشترك في القناة دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل القصة. أنا فاطمة، عمري 35 سنة، أرملة من سنين وعيشة لوحدي في شقة صغيرة في عمارة هادية. بصراحة يا جماعة أنا ست عندي جسم ملبن، بطيخة كبيرة ورمان مشدود، بس محدش شايفني ومحدش بيسأل عليا. جوزي الله يرحمه مات من زمان وسيبني لوحدي من غير ما يسيبلي غير الذكريات. أنا ست بحب الحياة وبحب أهتم بنفسي، بس الوحدة قهرتني والله. كل يوم بقعد على البلكونة بشرب قهوتي وببص على الناس وأنا حاسة إن حياتي فاتتني. يا حبايب قلبي، الست اللي زي محتاجة حد يحن عليها، حد يقدرها، حد يشوف الفاكهة الحلوة اللي جوايا. وأنا كنت فاكرة إن حياتي كده خلصت، لحد ما جاري الجديد ده دخل العمارة. والله العظيم يا جماعة أنا كنت عايزة حد يمليني الفراغ ده، حد يخليني حاسة إني لسه عايشة. يا حبايبي، أول يوم شفته فيه وهو بيدخل الأمتعة بتاعته قلبي وقع من مكانه. الراجل ده كان خرطوم وعمود، طوله طويل وكتافه عريضة، وشه حلو قوي. بصيت له من الشباك وهو بيبص لفوق، ولحظة عينيه قبلت عيوني حسيت بنار في جسمي كله. نزلت استناه في السلم عشان أسلم عليه، ولما شافني ابتسامة كبيرة ظهرت على وشه وقال لي انتي فاطمة؟ سمعت عنك كتير، وقال لي انك أجمل ست في العمارة. والله العظيم يا جماعة أنا حميت من الكلام ده. قعدت أتجاذب معاه أطراف الحديث، وهو كان مبصص لي على جسمي بنظرات غريبة، كأنه بياكل الفاكهة الحلوة بعيونه. قال لي يا فاطمة، انتي بطيخة كبيرة وربنا كرمك بجمال ما شفتوش عينيا. أنا مكثفت قوي، بس في نفس الوقت حسيت بدوخة. المجتمع بيقول لي لأ، بس الغريزة بتقول لي إيه؟ أنا ست لوحدي ومحتاجة حد يحن عليا. وبعدها بيومين طرق بابي بالليل وقال لي إنه محتاج مساعدة، وإنه عايز يسيب لي مفتاحه عشان هو هيخرج بدري. وأنا وقفت حائرة مش عارفة أعمل إيه. بصراحة يا جماعة أنا كنت خايفة، بس في نفس الوقت كنت حاسة إن في حاجة جوايا بتنادي عليه. بتمنى تعملوا لايك للفيديو ده وما تنسوش الاشتراك، ويلا نكمل مع بعض. بصراحة يا جماعة الموضوع بدأ يكبر. جاري الجديد ده كان عسل وقشطة، وكل ما أشوفه بحس إني رمان مشدود. كان بيجيلي كل يوم بيقولي كلام غزل، بيقولي يا فاطمة انتي زي القمر وأنا بحب آكل عندك. وأنا كنت بحاول أقاوم، بس الوحدة قهرتني. يوم قال لي إنه عايز يسيب لي مفتاحه حسيت إن قلبي هيوقف. أخدت المفتاح وحطيته في درجي، وكل شوية كنت بلمسه بحنين. وليلة من الليالي الساعة 2 بالليل طرق بابي، فتحت لقيته واقف بلبس خفيف وخرطوم وعمود بارز.